وقت الأزمات الاقتصادية بنسمع كتير كلمة استثمار، لكن كتير مننا مش فاهم المصطلح وممكن تكون بتعمله في حياتك من غير ما تكون عارف المسمى بتاعه. الكلمة دي دايما بتتقال في الاقتصاد والأمور المالية، ولكنها مش متعلقة بالأمور المالية بس. بتظهر وقت الأزمات الاقتصادية عشان الشخص أو المؤسسة اللي حابة تطور من أمورها المالية في المستقبل بتلاقي فرصة في الأزمات وقت ضعف الاقتصاد إنه قيمة الشركات أو المواد أيا كان الشيء اللي حابة تمتلك فيه جزء القيمة الشرائية بتقل، فبتشتري عشان عارفة إن الأمور لما تتحسن قيمة الشيء هتعلى، وبالتالي قيمة استثمارها هتزيد هي كمان في المستقبل. اللي فات ده لو بتكلم عن الاستثمار من الناحية الاقتصادية، بس زي ما شفنا انا بعمل حاجة في الحاضر مش عشان اشوف نتيجتها وقتي، ولكن هشوف في المستقبل بشرط الاستمرارية والصبر وان اتأكد ان الشغل ماشي كويس وبيتطور. طب ازاي بستثمر وانا مش عارف؟ كل اختيار بتختاره صح في حياتك هو استثمار للمستقبل. اختياري ان اكل الاكل اللي ما يضرش جسمي، اختياري ان اتحرك، اختياري ان اشغل عضلاتي، اختياري الرياضة المناسبة ليا والوقتي واللي تفيد صحتي. انت لو من النوع ده من الاشخاص يبقى انت بتستثمر في نفسك وانت مش عارف ان ده معنى الاستثمار. ولو انت مش من النوع ده من الاشخاص يبقى اول حاجة لازم تعملها انك تتعلم. التعليم بينور، هينور لك دماغك، هتلاقي اتجاهات تفكيرك بتتحسن وبالتالي اختياراتك. اتعلم عن التغذية، اتعلم ازاي كل اكل بيدخل بيأثر في جسمك. لما يبقى عندك الوعي هتتعلم تختار صح. جرب كل الرياضات واعرف نفسك بتميل لإيه، لأن الرياضة أسلوب حياة، فعشان تاخد اللي يناسبك مدى الحياة وتعمله بحب من غير ما تزهق. التعليم هو أول درس استثماري.